بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. شباب 5 ابتدائي الجمال، عاملين ايه يا حبايبي؟ هنبدا النهارده دروس الدين المسيحي، وهنبدا الدرس الاول. الدرس الاول بيقول ايه؟ بيقول رموز السيد المسيح في العهد القديم. واول حاجه هناخدها هي حرب ايه؟ حرب عماليق. انتوا فاكرين الشعب بني اسرائيل لما كان في البريه وقعد سنين طويله جدا في البريه؟ تحمل صعوبات وحاجات كتير قوي قوي وهو في البرية. كان في شعب صعب جدا قوي جدا اسمه شعب عماليق، وكان شعب بني إسرائيل رايح يحاربه. وشعب بني إسرائيل ما كانش متعود خالص على القتال، عمره ما مسك سلاح ولا عمره واجه جيش بحجم جيش عماليق. فكان داخل الحرب دي معتمد اعتماد كامل على معونة ربنا. الشعب كان في برية أو صحراء اسمها رفديم، قريبة شوية من سينا، وقالوا إن هم هيروحوا يحاربوا شعب عماليق. موسى النبي قال ليشوع اختار لنا كده شوية رجالة كويسين عشان يقدروا يحاربوا الشعب القوي دوت. وفعلا يشوع عمل كده واختار بعض الناس اللي هيدخلوا حرب عماليق، لكن الحرب غير متكافئة تماما. أكني داخل ماتش كورة، فريق ضعيف جدا بيراعب مثلا فريق قوي زي الفريق اللي انت بتحبوه زي ريال مدريد ولا برشلونة ولا مانشستر سيتي ولا الناس دي كلها، او فريق مكون من 3 لعيبة هيلاعب فريق مكون من 11 لاعب. ينفع؟ لا. بس الحرب دي كانت عاملة كده. بس حصل حاجة غريبة جدا، ان موسى كان بيطلع على الجبل وكان يرفع ايديه ويصلي. اول ما موسى يرفع ايديه ويصلي، الشعب بتاع بني إسرائيل يكسب ويبقى مبسوط وفعلا يحقق مكاسب كبيرة جدا في الحرب. وشعب عماليق اللي كان عدده كبير جدا وكان قوي جدا يتراجع. طلع الجبل مع موسى وهو بيصلي فوق هارون وحور. هارون وحور، حور ده ابن هارون. وكان هم ملاحظين كل ما موسى يرفع ايده ويعمل كده الشعب يغلب. طيب لاحظوا ان موسى كان تعب شوية وقعد يوطي ايده لان هو تعب من كتر الرفع. اول ما ايديه توطى شوية يحصل ايه؟ يحصل حاجة غريبة جدا، ان شعب اسرائيل بعد ما كان كسبان يتغلب والشعب عماليق يكسب. قالوا طب هنعمل ايه؟ ما احنا عايزين برضو شعب بني اسرائيل يكسب. شوف لنا يا موسى حل، انت لازم تبقى رافع ايدك على طول. راح هارون وقف جنبه وحور وقف جنبه، وبدأوا هما الاتنين يرفعوا ايده ويصلي كده. طيب حد شاطر يقول لي الاشارة ديت عاملة زي ايه؟ كده عاملة زي ايه؟ زي بابا يسوع على عود الصليب. برافو عليكم. فكان عمال يعمل كده موسى، وحور يسند ايده اليمين وهارون يسند ايده الشمال. واحد يسند هنا واحد يسند هنا عشان يفضل ايد ايه؟ موسى مرفوعة دايما، إشارة لإيه؟ للصليب. وفعلا أول ما يعمل كده موسى، وفضل قاعد يعمل كده موسى لحد ما إيه؟ ما شعب بني إسرائيل كسب عماليق وانتصر بقوة ربنا. وكان مثال الصليب، إن لما موسى عمل كده مثال ربنا يسوع المسيح على عود الصليب. وأكن ربنا عايز يقول لنا إن ده رمز وإشارة ليا عشان لما أجي وأتجسد وأغلب قوة الشيطان اللي هم بيمثلوا شعب عماليق. نتعلم من الموضوع ده ايه؟ نتعلم ان اي غلبة في حياتنا هي بالصليب، واي حاجة في حياتنا مؤلمة ربنا بيطلع منها بركة كبيرة. وافتكر دايما ان صليب حياتك هو سبب بركة حياتك. علشان كده موسى لما رفع ايده كمثال الصليب الشعب غلب وانتصر. الآية بتاعتنا جميلة قوي، بتقول ايه؟ بتقول وإذ كان رفع موسى يديه أن إسرائيل يغلب، وإذا خفض يديه أن عماليق يغلب. خروج 17:11. سهلة الآية، بتقول إذ كان رفع موسى يديه أن إسرائيل يغلب، وإذا خفض يديه أن عماليق يغلب. خروج 17:11. الدرس جميل جدا جدا وسهل نركز فيه علشان خاطر نحل كويس في الامتحانات. وولاد ربنا دايما مشهورين ان هم لازم يبقوا ناجحين.
ربنا معاكم يا حبايبي ويفرحكم، والمجد لله دائما أبديا آمين. بسم الله والابن والروح القدس إله واحد آمين. عاملين إيه شباب 5 ابتدائي؟ النهاردة هناخد الدرس التاني، وهو درس جميل جدا. بيقول إيه؟ بيقول الرب يسوع محقق النبوات، يوحنا المعمدان يمهد الطريق للسيد المسيح. هقول لكم على حاجات وتقولوا لي شفتوها فين. يتقدم أمامه بروح إيليا وقوته لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا. تفتكر الكلمات دي اتقالت فين؟ برافو عليكم. الكلمات دي اللي بشر بيها الملاك جبرائيل زكريا الشيخ وأمه اليصابات أم يوحنا المعمدان المتقدمة في العمر بميلاد يوحنا المعمدان. كانت رسالة يوحنا المعمدان اللي هو أعظم مواليد النساء. بابا يسوع قال عليه كده بنفسه إنه أعظم مواليد النساء، وهو اللي هيمهد الطريق قدام بابا يسوع. يوحنا المعمدان اتربى في البرية، وكان بيلبس حاجة اسمها وبر الإبل يعني الجمال، وكان بيحط على حقويه أو منطقة وسطه، يعني بيحط على وسطه جلد، وكان طعامه من الجراد والعسل البري. وأول ما بقى عنده 30 سنة وقف على ضفاف نهر الأردن في برية اليهودية وقال للجموع إيه؟ توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. هقول لكم معلومة كده حلوة. زمان شعب بني إسرائيل كان كل الرجالة بتبدأ خدمتها وهي عندها 30 سنة، عشان كده برضو بابا يسوع نفسه بدأ خدمته وهو عنده 30 سنة. طيب اليهود سمع عن يوحنا المعمدان فجاءوا وفضلوا حواليه وقالوا إيه؟ قالوا أنت المسيح، أنت المسيح اللي احنا كنا منتظرينه على حسب النبوات اللي كانت موجودة في العهد القديم. وعند نهر الأردن يوحنا كان موجود هناك، وكان الناس بتعترف بخطاياهم وكانوا بيتعمدوا من يوحنا وهم فرحانين جدا. اليهود سألوا يوحنا المعمدان قالوا له إيه؟ قالوا له هل أنت المسيح؟ يوحنا قال لهم لست أنا المسيح، أنا مش المسيح. اليهود قال لهم طب مين أنت؟ أنت إيليا؟ قال لهم لا ولا برضو إيليا. قالوا له طب أنت النبي؟ قال لهم لا برضو. طب قالوا له أنت مين؟ عرفنا بنفسك، قول لنا جواب عشان اللي جايين يسألوك انت مين، واللي جايين يسألونا انت مين نرد عليهم بالكلام اللي المفروض يقولوا لنا يوحنا عرف نفسه بكذا. قال لهم انا صوت صارخ في البرية اعد طريق ربنا. وفي نبوة في سفر اشعياء اتنبأت عني وقالت ان يوحنا المعمدان دوره انه يمهد الطريق لربنا يسوع المسيح. اليهود قالوا طب انت بتعمد ليه ما دام انت ولا المسيح ولا ايليا؟ قال لهم انا هعمد بميه بس، لكن هيجي واحد بعدي اللي هو ربنا يسوع المسيح انا لست مستحقا ان احل سيور حذائه. انا ده ربنا، انا اصلا ما بقاش مستحق ان انا افك الرباط بتاع الشوز بتاعه. وفعلا في الغد تاني يوم بص كده يوحنا المعمدان وهو قاعد وسط الناس لقى فيه واحد جاي له. مين ده؟ ده ربنا يسوع المسيح نفسه. وفعلا قال له انا يا رب غير مستحق ان احل سيور حذائك، انت جاي وانا هعمدك. قال له بابا يسوع اسمح عشان خاطر نكمل كل عمل صالح ونكمل كل بر. فعلا اول ما بابا يسوع اتعمد راح سمع صوت من السماء بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، والروح القدس حل عليه على هيئة حمامة. طيب عايزين نتعلم من الدرس ده ايه؟ نتعلم مين هو النبي. النبي ده اللي بيشوف نور ما تستطيعش العين الطبيعية ان تشوف ولا تسمعه. النبي ده هو اللي بيتكلم كلام ربنا، هو اللي بعتهوله، مش بيتكلم كلام من نفسه. الكتاب المقدس كله كلمات نبوية وشهادة عن ربنا يسوع المسيح. في العهد القديم في أكتر من 300 نبوة عن مجيء المسيح المنتظر، ومن أنبياء العهد القديم أشعيا وأرميا وملاخي وهوشع ويوئيل وداود وميخا وزكريا. وأنبياء العهد الجديد يوحنا المعمدان ويوحنا اللاهوتي ومريم العذراء وحنة بنت فنوئيل وكمان بنات فيلبس المبشر. رسالة يوحنا المعمدان إنه يعد الشعب لمجيء المسيح، وزي ما قال عليه بابا يسوع إنه أعظم مواليد النساء. ربنا معاكم يا حبايبي ويفرحكم،
ذاكروا كويس عشان خاطر الامتحانات قربت. الآية بتقول ايه؟ بتقول هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، يوحنا 1:29. والآية دي اللي قالها يوحنا المعمدان لما شاف بابا يسوع جاي، قال كده هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، يوحنا 1:29. ربنا معاكم يا حبايبي ويفرحكم. ذاكروا كويس علشان خاطر الامتحانات قربت، وولاد ربنا معروفين دايما ان هم ناجحين، والمجد لله دائما ابديا امين. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. شباب 5 ابتدائي عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا كويسين وبتذاكروا. ذاكروا كويس علشان خاطر خلاص الامتحانات قربت. الدرس النهارده معانا حلو قوي. اسمه ايه؟ اسمه الشجاعة، وبيتكلم عن قصة ال3 فتية. ال3 فتية، طيب الزمن بقى بتاعهم ده امتى؟ والمكان بتاعهم كان فين؟ المكان بتاعهم هو كان في بلاد بابل، والزمان كان عام 600 قبل الميلاد تقريبا. كان في ملك ساعتها اسمه نبوخذ نصر، ملك بابل. كان عنده جيش كبير جدا، راح على مدينة يهوذا اللي هي أرض اليهودية، وسبى يعني أثر ناس كتير قوي هناك، وكان بيختار أفضل الشبان اللي عندهم علشان خاطر يطور المملكة بتاعته، وفي نفس الوقت البلد بتاع شعب إسرائيل ما تقومش تاني ولا تقدر تستفيد من شعبها القوي. عاد لمدينة بابل، وكان من ضمن الناس اللي خدهم معاه دانيال و3 فتية. ال3 فتية دول أسمائهم إيه؟ حنانيا وعزاريا وميسائيل. بنقولهم في التسبيح على طول لو تفتكروا. كان دانيال وال3 فتية بيعبدوا الله الواحد، إله أبائهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب. طيب هل بقى لما يروحوا هناك هيسيبوا عبادة ربنا في بابل؟ تعالوا نشوف هيحصل إيه. الملك أمر إنه هيصنع تمثال عظيم جدا من الذهب، طوله 60 ذراع، يعني بارتفاع مثلا 9 أدوار. يعني لو في عمارة جنبكم 9 أدوار، شوف كده إن التمثال كان قد ال9 أدوار دي، وعرضه 6 أذرع كبيرة. وخلى واحد ينادي وسط الشعب وفي الشوارع إن الملك أمر إن انتوا أول ما تسمعوا صوت الآلات الموسيقية تسجدوا على طول لتمثال الذهب اللي نصبه نبوخذ نصر الملك. هل الكلام ده هيغير إيمان ال3 فتية؟ قالوا خلاص بقى احنا في أرض غريبة وسيبنا أرض إسرائيل نعمل بقى اللي احنا عايزينه؟ انت لو حد ضغط عليك بقى كده وقال لك خلاص بقى سيب بابا يسوع واعمل أي حاجة تاني، هتعمل كده؟ هنشوف. وفعلا حصل ايه؟ الملك نبوخذ نصر عمل احتفال كبير، وأمر الشعب والوزراء والحكام وكبار رجال المملكة يسجدوا للتمثال، وقال اللي مش هيسجد للتمثال هرميه في أطون النار. بجد؟ هنشوف اللي هيحصل. وفعلا الموسيقى اتعزفت أمام التمثال، كل الناس سجدوا قدام التمثال، وطبعا كان التمثال كبير والملك كان مبسوط قوي بأنهم عملوا كده. بس عايز اقول لكم على حاجه. كان ال3 فتيه في آية عندهم في سفر الخروج بتقول ايه؟ لا تصنع لك تمثالا منحوتا، لا تسجد لهم ولا تعبد للتماثيل دي، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. فكانوا حافظين الوصية بتاعت ربنا كويس قوي. الكلمات دي وصية ربنا اللي كان حافظها مين؟ حنانيا وعزاريا وميسائيل في قلوبهم. عشان كده ما كانش يقدروا يعملوا الكلام اللي نبوخذ نصر طلب ان هو يعمله له. فعلا ما سجدوش، فغضب جدا نبوخذ نصر وقال لهم انتوا هتعملوا كده؟ مش هتسجدوا للتمثال؟ طب انا بقى هرميكم في الاتون. طبعا ما خافوش وقالوا نعمل اللي انت عايزه، لكن عمرنا ما هنسجد ولا نعبد حد الا ربنا الاله الواحد اللي احنا دايما بنعبده وبنمجده، وهو قادر ان هو يحفظنا. فعلا عمل كده. الفتية اجابوا بقوة وشجاعة وقالوا يا نبوخذ نصر الهنا واحد، هو قادر ان هو ينجينا من ايدك، عمرنا ما هنعمل اللي انت طالبه مننا ده ابدا. صرخ نبوخذ نصر بغضب قال حموا الاتون 7 أضعاف، القوا ال3 فتية في النار. حصل ايه بقى؟ عبيد الملك مسكوا ال3 فتية ورموهم وهم كمان مربوطين عشان ما يعرفوش خالص يتحركوا جوه الاتون. وفعلا الاتون كان محمى 7 أضعاف، يعني لو هو
بيتولع في الطبيعي كده، لا 7 مرات عشان يبقى قوي جدا، لان الملك كان غضبان جدا عليهم. وهم كده بقى الناس بيبصوا في الاتون، قالوا ايه يا جدعان، هو احنا مش رامين 3؟ ايه الرابع ده؟ رابع؟ فضلوا مستغربين، قالوا ده الرابع ده ال3 فتية بيتمشوا وسط الاتون، والرابع ده يشبه ابن الله. صرخ نبوخذ نصر وقال ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ اقترب من باب الاتون وقال يا عبيد الله العلي اخرجوا وتعالوا. يا سلام، دلوقتي بقى عبيد الله العلي، هنشوف اللي هيحصل. نظر الكل الفتية في اتون النار، وكان شيء عجيب جدا، لم تكن النار لها قوة على اجسادهم، اكنهم ماشيين في البسين، ولا اكن في حاجة قربت منهم اصلا. يا سلام، شعر من رؤوسهم لم تحترق، وملابسهم لم تتغير، حتى ريحتهم. ده انت لما بتقرب من البوتاجاز شويه والنار تمسك فيك تحس ان انت في ريحه شياط، ده ولا اكن في اي حاجه. قال نبوخذ نصر وهو متعجب جدا تبارك الله، تبارك الله اله حنانيا وعزريا وميسائيل، اللي ارسل ملاكه وانقذ عبيده اللي رفضوا يسجدوا لحد غير الههم. فعلا 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 مفيش حد ومفيش اله يقدر ان هو ينجي عبيده زي ما ربنا نجاكم. وفعلا الفتية طلعوا بكرامة جدا من وسط اتون النار، وعشان هم ما خافوش ربنا وقف معاهم وما سابهمش عشان يتمسكوا بيه وبإيمانهم. احنا كمان لازم نعمل زي الفتية. لما حد يجي يقولك انت مسيحي، قول له انا مسيحي وافخر ان انا مسيحي. ربنا ده اتصلب ومات وقام وصعد علشاني، انا هنكره؟ ابدا ما هنكره، هفضل اعترف بيه لاخر نفس في عمري، ولو قتلوني هفضل متمسك بيه، لان اللي بيؤمن بربنا يسوع لا يموت. نتعلم ايه من الدرس يا حبايبي؟ نتعلم ان الكتاب المقدس وتاريخ الكنيسه بيحكوا مواقف كتير جدا عن ناس شجعان قديسين بيعلمونا ما نخافش من اي حاجه، ان سر شجاعتنا هو الايمان بربنا يسوع المسيح فدينا ومخلصنا. لازم ابقى شجاع، ولازم اثق في ربنا وفي وعوده ليا. ان الشهاده مش بس ان انا ابذل حياتي من اجل الايمان، الشهاده ان انا كمان اشهد لربنا في جميع تصرفاتي وسلوكي. لازم يا حبايبي اشهد لربنا يسوع المسيح الفادي والمخلص، اللي نزل من السماء واتجسد من العذراء مريم لاجل خلاصنا، تألم وكبر وقام من الاموات وصعد للسماوات، وارسل لنا الروح القدس، وهيجي تاني في المجيء التاني عشان يضيق الأحياء والأموات. الآية بتاعت الدرس جميلة قوي، بتقول إيه؟ بتقول تشدد وتشجع، لا ترهب ولا ترتعب، لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. آية جميلة جدا تسندك في المواقف الصعبة، تسندك في الامتحانات، في أي حاجة صعبة بتواجهها. نقولها تاني، تشدد وتشجع، لا ترهب لا ترتعب، لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. يشوع 1:9. نقولها مع بعض تاني، تشدد وتشجع، لا ترهب ولا ترتعب، لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. يشوع 1:9. كده الدرس خلص. ربنا معاكم يا حبايبي ويفرحكم. ذاكروا كويس علشان خاطر الامتحانات قربت، وولاد ربنا دايما معروفين ان هم دايما ناجحين، والمجد لله دائما ابديا امين. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. شباب 5 ابتدائي الجمال عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بتذاكروا عشان خلاص الامتحانات قربت. النهارده معانا درس جميل جدا، بس انا عايزكم تركزوا قوي في الدرس ده، لان الدرس ده صميم ايماننا ومعتقداتنا. يعني انا ينفع اسالك انت اسمك ايه تقول لي مش عارف؟ لا طبعا، لازم تبقى عارف، وعارف كويس جدا. الدرس ده مهم قوي بنفس الاهميه ان انت تبقى عارف اسمك. فمهم قوي ان احنا نركز النهارده، مش لاجل الامتحان بس، لاجل حياتنا كلنا. لما حد يجي يسالك عن حاجه هناخدها في الدرس ده، لازم تبقى بتجاوب وبقوه، بتجاوب بفهم، بتجاوب بعمق، علشان خاطر ده ايمانك اللي لازم تبقى عارفه زي اسمك. الدرس بيقول ايه؟ بيقول ربنا يسوع المسيح الفادي والمخلص. ربنا يسوع المسيح محب البشر، دي كانت البداية. عمل ايه؟ عمل خليقة، احب ادم وحواء، فخلق ادم وحواء على صورته ومثاله، خلقوا من اجل الكون
والحياة، وإن الأحياء كمان كانوا معاه في جنة عدن وميزوا وأعطاه الحرية اللي يختار بكل إرادته كل اللي هو عايزه، وحذره إنه ما ياكلش من شجرة معرفة الخير والشر، لأنه يوم ما هياكل منها موتا هيموت، والموت هنا معناه إن هو هينفصل عن الله بالخطية. آدم خالف الوصية بغواية الشيطان وسقط في الخطية وطرد من الجنة وانفصل عن الله، وسقط كل بنيه معاه لأننا كلنا من نسله من أصله. فسدت الصورة الجميلة اللي ربنا كان خلقنا عشانها، ودخلت الخطية والموت للعالم. القصة دي كان ممكن تنتهي بالطريقة اللي احنا قلناها دي بالظبط، لكن الله لم يتركنا خالص للهلاك، ووعد الله آدم بأن نسل المرأة اللي هو الفادي اللي هو ربنا يسوع المسيح سيأتي إلى العالم ويسحق رأس الحية اللي هو الشيطان ليرفع عنا حكم الموت. لكن أي حد كده يجي يفدينا؟ طيب أي إنسان بقى يجي يفدينا؟ طب ما هو الإنسان اللي جاي يفدينا ده طب ما يفدي نفسه الأول، صح. يبقى إذن في حاجة عندنا يا حبايبي، ودي مهمة قوي اللي بقول لكم عليها تبقوا حافظينها زي اسمكم، حاجة اسمها مواصفات الفادي المخلص من الموت. اسمها ايه؟ مواصفات الفادي المخلص من الموت. طيب هناخد حاجة وركزوا معايا بالراحة. يجب أن يكون إنسان بلا خطية قابلا للموت. طب هل في إنسان ما عندوش خطية؟ هنشوف. يقبل إنه يموت عن جنس البشر الفاسد، وفي نفس الوقت يكون ليه طبيعة أقوى من الموت، لأنه لو الموت انتصر عليه خلاص، طب ما هو الموت كده كده بينتصر على الجنس البشري، لكن لازم هو يبقى عنده طبيعة تمكنه إنه يقدر ينتصر على الموت. وأخيرا يكون غير محدود وله قدرة على الخلق. إيه كل ده؟ هل في إنسان يقدر يعمل كده؟ هنشوف. الشروط دي لم تنطبق على أي شيء خالص غير واحد بس، هو ربنا يسوع المسيح له كل المجد، علشان خاطر لما تجسد أخذ جسدنا، ولما تأنس صار إنسانا. لما تجسد خد جسدنا، ولما تأنس صار إنسانا. هناخد حاجة بس تركزوا معايا كويس قوي. أنا عارف إن الكلام ممكن يبان صعب شوية، بس هنفسره واحدة واحدة. أول شرط من شروط الفادي المخلص أن يكون إنسانا وبلا خطية، وليس أحد بلا خطية سوى الله وحده. إذن يبقى الله لما يجي ويبقى إنسان هيبقى إنسان بلا خطية. مفيش إنسان بلا خطية خالص، لكن لما الله ياخد جسد ويتولد من العذراء مريم هيبقى ابن الله وابن الإنسان، هيبقى إنسان بلا خطية. سهلة؟ هنوضحها أكتر. كان ربنا يسوع المسيح هو الله اللي لوحده بلا خطية، وهو أيضا الإنسان المتأنس اللي أخذ جسد من العذراء مريم علشان خاطر يبقى شبهنا في كل شيء ما عدا حاجة واحدة، الخطية بس. هو مفيش فيه أي خطية، لأن هو لو فيه خطية خلاص طب ما يخلص نفسه الأول. لا، هو إنسان كامل لكن في نفس الوقت إله كامل بلا خطية، وبنقول في القداس بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. يعني الطبيعة الإنسانية لم تختلط أبدا بالطبيعة الإلهية. اتفقنا؟ الشرط الثاني إيه؟ هي مواصفات الفادي المخلص أن يرضى بالموت بدلا عنا، ويقبل الموت بإرادته، يقبل حكم الموت بإرادته بدل عنا لما يموت على عود الصليب. إلى الآن نحن أمام مخلص أخذ أجسادنا وشبهنا في كل شيء ما عدا الخطية، وقبل الموت بإرادته، وقبل إنه يترفع وإنه ياخد حكم الموت على عود الصليب. إيه بقى الشرط الثالث؟ الشرط الثالث أن يكون أقوى من الموت لينتصر عليه، وده اللي حصل مع المسيح. دفن في القبر، وفي اليوم الثالث قام بنفسه من الموت منتصر عليه. حد يجي يقول لي اشمعنى يا مستر؟ اشمعنى يعني اليوم الثالث؟ هقول لك
لأنه الناس زمان لما كان واحد ممكن يبقى في غيبوبة ويقوم بعد ما يموت مثلا أو نفسه يتقطع بحوالي ساعات، لكن اليوم الثالث بعد 3 أيام لا، ده كده مات بجد، مات موت حقيقي، مات موت زي البشر كلهم بيموتوه، لكن عشان هو الله انتصر على الموت وقبل الموت بإرادته. الشرط الرابع من شروط المخلص تتحقق فيه قيامته المجيدة المنتصرة على الموت. يعني ايه؟ يعني الله جدد طبيعتنا اللي فسدت وحولها في جسده القائم من الموت لجسد آخر له طبيعة نورانية تتحقق في قيامته المجيدة المنتصرة على الموت، ويبدل طبيعتنا اللي فسدت وحولها في جسده القائم من الموت لجسد آخر له طبيعة نورانية. بقى لينا كله ده امتى؟ من إله غير محدود، لأن الخطية توجهت لله الغير محدود، فوهبنا فداء غير محدود وقادر على غفران جميع خطايانا عبر العصور. يعني اللي هيجي في الزمن ده واللي هيجي في الزمن اللي جاي واللي جه زمان كله هيبقى يحصل له فداء بفداء ربنا يسوع المسيح على عود الصليب، وبكده تتحقق الشرط الخامس وهو يكون غير محدود. لحد هنا انتهت قصة الحب الإلهي لآدم وبنيه، بس بالطبع ما زالت الكنيسة اللي قدم ربنا يسوع المسيح ليه نفسه فديا ومخلصا بعمل الروح القدس فينا وفي أولادها، ودايما هي قدام عيوننا طول الوقت صورة الله محب البشر اللي قدم لينا نفسه ذبيحة على عود الصليب علشان خاطر يردنا تاني لإيه؟ طبيعتنا الأولى اللي هي على صورته ومثاله. فلازم مهم جدا ان احنا دايما نبقى ثابتين في ربنا يسوع المسيح عشان نبقى على صورته ومثاله. طيب يا حبايبي، دلوقتي هنراجع مع بعض ايه هي شروط الفادي المخلص. اول حاجة انه يبقى شروط الفادي المخلص انه يبقى بلا خطية. تاني حاجة انه يرضى من الموت. تالت حاجة يكون قادر ان هو ينتصر على الموت ويبدل طبيعتنا الفاسدة بطبيعة حلوة كده ونورانية ومنتصرة. وبعدين يبقى غير محدود لأن الخطية كانت موجهة لله غير المحدود، وقلنا إن هو ربنا يسوع المسيح كان إنسان كامل وإله كامل بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. وكمان إن هو يبقى إنسان وإنسان بلا خطية، ومفيش إنسان بلا خطية إلا ربنا يسوع المسيح بس. ليه؟ لأن ربنا يسوع المسيح مش مجرد إنسان عادي، هو الله المتجسد في صورة إنسان. ربنا معاكم يا حبايبي ويفرحكم. ركزوا جدا في الشروط دي عشان دي حاجة مهمة جدا في إيماننا. طيب هنقول ملخص الدرس بسيط جدا مع بعض دلوقتي. الله أحب الإنسان فخلقه على صورته ومثاله وميزه عن جميع الخليقة وأعطاه الحرية، لكن آدم خالف الوصية بغواية الشيطان وسقط هو وبنيه كلهم معه، وسقطت معاه الصورة الجميلة اللي ربنا خلقها عشاننا. الله لم يصنع إنسانا جديدا لأنه رحيم، لأنه كان ممكن ربنا يقول إيه؟ خلاص آدم غلط، خلاص نشوف إنسان غير. لا، لكن ربنا بيحب الإنسان وبيحب آدم، وكان لازم يا حبايبي ربنا ينفذ الكلام اللي قاله لآدم إن يوم تأكل من هذه الشجرة يا آدم موتا تموت. لأن لو تفتكروا الحية أو الشيطان قالت لحواء إيه؟ أنتوا لو كلتوا لن تموتا. فإذا لو آدم ما ماتش يبقى كلام الحق هيتحقق، وحاشا إن كلام الحق هيتحقق، كلام الحية يتحقق وكلام ربنا ما يتحققش، لأن ربنا دايما صادق، لكن الشيطان هو كذاب وأبو إيه؟ وأبو كل الكذاب. رابع حاجة، لابد من فادي يرفع عنا حكم الموت ويجدد طبيعتنا اللي فسدت، وهذا ما وعد به الله لآدم. خامس حاجة من شروط الفادي أن يكون إنسانا بلا خطية، وأن يموت ولكنه أقوى من الموت، وأن يكون خالقا وغير محدود. وهذه الشروط كلها لن تنطبق إلا على شخص واحد هو ربنا يسوع المسيح نفسه. دم ربنا يسوع المسيح نفسه بيغفر جميع الخطايا لكل من يؤمن به ويعتمد على اسم الثالوث القدوس ويتناول ويحيا في التوبة ويفعل البر. الآية حلوة جدا وتركزوا معايا في الآية. ليه؟ لأن الآية دي
بيسموها الآباء هي الإنجيل الصغير، اللي بيلخص كل قصة الكتاب المقدس من سفر التكوين لحد سفر الرؤيا. بتقول إيه الآية دي؟ بتقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يوحنا 3:16. نقولها تاني، الآية دي بيسموها الآباء الإنجيل الصغير، لأن هي بتشرح كل قصة الكتاب المقدس من سفر التكوين لسفر الرؤيا. بتقول إيه؟ بتقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يوحنا 3:16. مهم قوي يا حبايبي الدرس ده، مش علشان الامتحانات بس، علشان حياتنا كلها. ربنا معاكم ويفرحكم. ذاكروا كويس علشان الامتحانات قربت، وولاد ربنا دايما معروفين ان هم دايما ناجحين، والمجد لله دائما ابديا امين. بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. عاملين ايه يا حبايبي شباب 5 ابتدائي؟ يا رب تكونوا كويسين وبتذاكروا عشان خلاص الامتحانات قربت. النهارده درس حلو قوي، درس بيعلمنا ازاي نصلي، وكمان هناخد اسم القديس العظيم، هناخد سيرة القديس العظيم الأنبا بشوي. ومين هنا صاحبه اسمه بشوي؟ علشان خاطر أنا بحب الدرس ده جدا، لأن أنا من أعز أصحابي واحد اسمه بشوي، فعايزين نركز جدا 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 في الدرس ده. طيب هنبدأ. في القرن الرابع الميلادي سنة 320 ميلاديا اتولد طفل صغير اسمه بشوي في قرية شنشة بمحافظة المنوفية. كان واحد من 7 اخوات، يعني هو كان عنده 6 اخوات. كبر بشوي وكان كده صغنطوط كده وضعيف شوية، لكن كان قوي في الروح القدس علشان خاطر مامته كانت معلماه ازاي يقرب من ربنا وانه دايما يبقى منتظم في الصلاة. امه كانت ست حلوة جدا وكانت تقية. ظهر لها الملاك وقال لها بصي، عايز حد من ولادك يخدمني طول عمره. قالت له اختار اللي انت عايزه. راح فعلا. حصل ايه؟ ان الملاك حط ايده على راس بشوي. قالت له طيب دوت ضعيف، خد لك حد قوي شويه كده وعنده عضلات. قالت له راح الملاك قال لها قوه الرب في الضعف تكمل. لما الانبا بشوي بقى عنده 20 سنه راح برية شهيد، وبرية شهيد يسموها ميزان القلوب. كانت في وادي النطرون، والتلمذ على يد قديس عظيم اسمه الأنبا بموى لمدة ايه؟ لمدة 3 سنين قضاها معتكف في القلاية بتاعته، مواظب دايما على الصلاة والصوم وقراية الأسفار المقدسة. وفي الفترة ديت كان عنده محبة أخوية، وارتبط بقى بواحد صاحبه اسمه القديس يحنس القصير. وتنيح الأنبا بموى أبوه الروحي اللي كان اتعلم على ايديه، فقضى القديس الأنبا بشوي والقديس يحنس القصير ليلة كاملة كده حلوة قوي في الصلاة. ظهر لهم الملاك وقال للأنبا يحنس خليك انت في مكانك، لكن الأنبا بشوي هيروح يخدم في مكان تاني. الأنبا بشوي سكن في مغارة تانية، وكان هناك بيقضي اليوم كله في الصلاة والصوم وحفظ الأسرار المقدسة. وكان دايما بيحصل حاجة بقى جميلة جدا. ايه؟ كان بيشوف أرميا النبي وهو بيقرأ السفر بتاعه، علشان كده كانوا مسمينه القديس الأنبا بشوي الأرميائي، نسبة ان هو كان بيشوف أرميا النبي وهو بيقرأ ايه؟ سفر أرميا. ربنا يسوع المسيح دايما كان بيظهر له كتير، علشان خاطر كان قلبه بسيط وكان نقي جدا، وكان بيقضي الليل كله في الصلاة. ففي مرة قال له يا مختاري بشوي، أنا بصيت لتعبك وجهادك، أنا هكون معك. وفي مرة تانية ظهر له ربنا يسوع المسيح وقال له افرح يا مختاري بشوي، أنا هنظر لك في هذا الجبل وهرسل لك رهبانا عشان خاطر يملأوا المكان ويعبدوني زي ما انت بتعبدني. وباركوا وارتفع. وفي مرة تانية خبط عليه شخص ما كانش عارفه في الأول، ورحب بيه ودخلوا وغسل له رجليه. وهو بيغسل له رجليه حصل حاجة غريبة جدا، لقى آثار المسامير في رجله، فعرف ان هو ربنا يسوع المسيح نفسه، فباركوا واختفى. وفي مرة تانية طلب الرهبان من الأنبا بشوي، قالوا له يا أنبا بشوي اشمعنى انت عمال
تشوف ربنا كده، احنا عايزين نشوفه زيك، اطلب من ربنا ان احنا نشوفه. راح صلى الأنبا بشوي، فظهر له ربنا ووعده انه هيظهر للرهبان على الجبل. خرج الرهبان فعلا في الميعاد، وكل واحد قاعد يمشي، وكل بقى واحد بيجهز نفسه، يلا هنشوف ربنا، يلا هنشوف ربنا على الجبل، يلا يلا. وهم كده في الطريق قابلوا راهب مسن، وقابلوا شيخ كده مسن، قال لهم سندوني معاكم يا اخواتي عشان خاطر اشوف ربنا زيكم. طبعا هم قالوا لا احنا مستعجلين، ده ربنا هيظهر في الجبل، احنا بعد اذنك مش فاضيين. ومشي وسابوه، مشي وسابوه. فضل مين جاي في الاخر؟ الأنبا بشوي. لقى الراهب المسن ده او الشيخ المسن، قال له ينفع تسند عليك؟ قال له ماشي. اتسند عليه واحده واحده، لقى نفسه مش قادر، راح قال له احملني، راح شاله فعلا على كتفه، لقى خفيف. بعد كده مشي شويه بشويه، حس ان هو تقل لحد ما عرف ان هو ربنا يسوع المسيح نفسه، وشاف اثار المسامير في رجله، وقال لك يعني انت يا رب السما دي كلها لا تحويك وانا هشيلك؟ قال له يا أنبا بشوي، ده انت قديس عظيم، وانا بحبك جدا من كل قلبي، وعلشان خاطر انت كنت امين رغم شيخوختي ان انت حملتني، لكن انا هباركك وهختفي عنك. المهم الإخوة عرفوا حقيقة الشيخ المسن وحزنوا جدا لأن هم لم ينالوا البركة، لأن الإنسان دايما يا حبايبي اللي بيقدم محبة وخدمة لكل اللي حواليه ربنا بيسكن جواه وبيسكن معاه. المهم هجم البربر اللصوص على البرية، والأنبا بشوي ترك برية شهيد وراح الصعيد، وأسس دير في بلد اسمها البرشة بمركز ملوي، وهناك أقام وقعد هناك حتى تنيح سنة 417 ميلاديا، واتدفن وبلغ من العمر 97 سنة. في القرن التاسع اتعاد جسده لبرية شهيد تاني، وحاليا جسده بدير الأنبا بشوي بوادي النطرون، ولا يزال جسده محفوظا لا يرى فسادا كما وعده ربنا يسوع المسيح. ودي بركة الإنسان اللي دايما بيستضيف الناس الغرباء ويساعد الناس اللي حواليه، ربنا نفسه بيبقى معاه ويسكن جواه. الآية بقى بتاعت النهاردة بتقول إيه؟ بتقول أبارك الرب في كل حين، دائما تسبحته في فمي. مزمور 34 آية 1. يعني إيه حبايبي؟ يعني أنا لازم دايما أصلي، ونقول كده مهما حصل لي لازم أصلي. نصلي الصبح، ونصلي آخر النهار، ونصلي بالليل. أول ما نصحى من الصبح أول حد نسلم عليه نقول له صباح الخير يا بابا يسوع، أنا بحبك جدا يا بابا يسوع، خليك معايا يا بابا يسوع، اسندني في المدرسة، اسندني في أي حاجة بعملها، اسند بابا، اسند ماما. وبالليل أقول له حافظ عليا وأنا نايم. وآخر النهار أقول له يا رب أنا افتكرتك وسط اليوم علشان خاطر يا رب ما تسيبنيش. ودايما تفضل تكلم ربنا يقف معاك في حزنك وفي مذاكرتك وفي ضيقتك، وتسبحه في فرحتك. ربنا معاكم يا حبايبي ويفرح قلوبكم. ذاكروا كويس وصلوا كويس قبل ما تذاكروا. تعالوا ناخد تدريب ان كل واحد قبل ما يجي يذاكر يفتح الكتاب المقدس ويقرا اصحاح من الكتاب المقدس، علشان خاطر ربنا يساعدنا في المذاكره ويفتح قلوبنا ويفتح عقولنا نستقبل كلام ربنا ونستقبل المذاكره. ربنا معاكم ويفرحكم. ذاكروا كويس علشان خاطر الامتحانات قربت، وولاد ربنا دايما معروفين ان هم ناجحين، والمجد لله دائما ابديا امين. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عاملين ايه شباب 5 ابتدائي؟ النهارده خلاص معانا اخر درس في الوحده الاولى، بس الدرس ده محفوظات، والمفروض بصراحه كلنا نبقى حافظينه، لان ده انجيل باكر. بيقول ايه؟ بيقول في البدء كان الكلمه، والكلمه كان عند الله، وكان الكلمه الله، هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور أضاء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا، هذا جاء للشهادة ليشهد للنور ليؤمن الكل بواسطته، لم يكن هو النور بل ليشهد للنور. ده انجيل باكر يا حبايبي، طبعا ليه تكمله، بس احنا هنحفظ الحته دي بس لان دي اللي علينا في المنهج. ولو انتوا بقى شاطرين نحفظ الانجيل كله، عشان لو احنا بقى كده في المدرسه ولا حاجه في المواصلات نقول انجيل باكر كده اكننا بقى بنصلي باكر، وما نحتاجش بقى ان احنا نمسك الاجبيه ولا حاجه، نصلي كده في سرنا، بابا يسوع يبقى مبسوط مننا قوي.
طيب هناخد المعاني او الحاجات اللي احنا عايزين نوصلها من المحفوظات دي، لان احنا مش بنحفظ وخلاص، لا لازم نكون فاهمين وبنصلي واللي بنحفظه. هناخد أزلية الرب يسوع، وجوده الأزلي. يعني هل أقنوم الابن ليه بداية؟ لا، أقنوم الابن ملوش بداية، هو أزلي. أزلي، تمام؟ يعني موجود منذ الأزل. طيب مساوي لأقنوم الآب. أقنوم الابن كائن من زمان جدا منذ الأزل مع أقنوم الآب، يعني الآب والابن متساويين، مساوي للآب في الجوهر. الآب والابن مساوي للآب في الجوهر. حلو قوي. تالت حاجة، الخالق كل شيء به كان، فهو خالق الكون وكل ما فيه. رابع حاجة، تجسده، إن هو اتولد من عذراء مريم علشان خاطر يفدينا على عود الصليب. خامس حاجة، وحدانية الأقاليم، الله الواحد مثلث الأقانيم، الآب والابن والروح القدس. يعني احنا بنؤمن بإله واحد ولا 3 آلهة، لا، نؤمن بالله الواحد المثلث الأقانيم. عشان كده بنقول باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. وفي قانون الإيمان بنقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد. هناخد بعض المعاني الموجودة في الحاجات اللي احنا حفظناها او في انجيل باكر. بتقول ايه؟ في البدء، يعني ما قبل الزمن، ما قبل الخليقة، كان الكلمة، والمقصود بالكلمة هو أقنوم الابن اللي تجسد في ملء الزمان من العذراء مريم. إذن أقنوم الابن أزلي، ليس له بداية وليس له نهاية. الكلمة كان عند الله، أقنوم الكلمة كائن في الله منذ الأزل، كما يوجد العقل في الإنسان. تمام؟ تمام. كان في البدء عند الله، أقنوم الابن أزلي مثل أقنوم الآب بالظبط، مساوي للآب في الجوهر. فيه كانت الحياة، يعني احنا ما نقدرش نحيا بعيد عن ربنا، زي ما الله قال لآدم زمان في العهد القديم: يوم تأكل من الشجرة موتا تموت. إذا لو أنا عملت خطية، إذا أنا دلوقتي منفصل عن الله بالخطية. لكن يوم ما ارجع تاني لحضن ربنا واتوب واعترف واتناول، برجع تاني لحضن ربنا. كان انسان مرسل من الله اسمه يوحنا، المقصود بيه يوحنا المعمدان، مش يوحنا الحبيب، لا، يوحنا المعمدان. لكي يؤمن الكل بواسطته. يوحنا كان بيدعو للناس للتوبة، وخدنا في الدروس اللي فاتت قصة يوحنا المعمدان انه كان بيمهد الطريق قبل ما بابا يسوع يجي عشان خاطر يبشر الناس ويفدي الناس ويقول لهم إن أنا الله المتجسد، أمنوا بيا. ليشهد للنور. يوحنا شهد ليهم إنه مش هو المخلص، لكن بيشهد لربنا يسوع المسيح إن هو واحد هيجي العالم وهيخلص العالم به وهيشيل خطية العالم كله. مهم قوي يا حبايبي نحفظ، مهم قوي نحفظ، لأن ده زي ما قلنا مش علشان خاطر بس دي حاجة مهمة عشان خاطر ندرس ونمتحن وننجح، لا، عشان خاطر حتى نصلي باكر على طول. احنا خلاص كبار، احنا بقينا في 5 ابتدائي، فلازم نتعلم ان احنا نصلي باكر كل يوم، ونصلي غروب كل يوم، ونصلي نوم كل يوم. ربنا معاكم يا حبايبي، ذاكروا كويس علشان الامتحانات قربت، وولاد ربنا دايما معروفين ان هم ناجحين، والمجد لله دائما ابديا، امين.